أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة أخبارنا هنبدأها من النادي الأهلي. النادي الأهلي والمهاجم الأفريقي أو المهاجم الجديد. يا جماعة احنا عارفين اللحمة الجملي، يعني اللحمة الجملي لما تيجي تسوي لحمة جملي وبتاخد وقت، ده اللي حاصل مع المهاجم الأجنبي. كل الدنيا متشوقة تعرف مين المهاجم الأجنبي، كل الدنيا هتتجنن وتعرف مين يعني المهاجم اللي جاي النادي الاهلي بعد ما محمد شريف مشي وبعد ما العمليه ضيقت وخلاص سوزا خرج بره السباق وكمان موليكا خرج بره السباق. لكن كل الاخبار بتقول ان المهاجم اللي جاي مهاجم افريقي اللي هو اسمه لاندري داماتا. ده مهاجم افريقي كان بيلعب في نادي اسبانيول الاسباني، مهاجم نادي اسبانيول الاسباني. كل التقارير بتشير للمهاجم ده. كمان في مهاجم غيني لكن اسمه مش موجود معانا دلوقتي، ده برضو مرشح انه ينضم للنادي الاهلي. فاحنا دلوقتي مش عارفين، محدش عارف خالص. احنا نتمنى ان احنا نشوف او نسمع عن الاعلان ده قريب. كل اللي اتقال ان في اتفاق، مش توقيع، اتفاق مع المهاجم الجديد، لكن توقيع لا. ليه بقى؟ لان القندوسي برضو عامل لنا مشكله. القندوسي لسه زعلان ومش عايز يسيب الاهلي. ليه بقى؟ الموضوع مالي بحت، لان القندوسي بياخد في الاهلي حوالي 550 الف دولار، لكن لو راح نادي سيراميكا يعني هيقل بكتير، يعني حوالي 18 19 مليون مصري في الاهلي. لكن لو راح نادي سيراميكا هيبقوا حوالي 8 9 ملايين. فطبعا القندوسي مش عاوز الكلام ده، هنزل من 18 19 مليون جنيه لحوالي 8 9 مليون جنيه. فطبعا هو مش عاجبه الكلام ده. طب ايه اللي هيحصل يا عم القندوسي؟ الاهلي هيشيل جزء من الفلوس. طب هيشيل الفلوس ازاي يا عم القندوسي؟ هيشيلها بقى، يعمل له اعلان، يعمل له مش عارف تسويق. المهم ان الاهلي هيشيل جزء من المبلغ عشان ينفض ويخلص ويمشي القندوسي ويطلع على البلد. يا عم قندوسي امشي. القندوسي هيروح سيراميكا. فده موضوع المهاجم الاجنبي اللي جاي النادي الاهلي، وموضوع ان العقده واقفه على القندوسي، وموضوع ان الاتفاق حصل بين المهاجم الاجنبي لكن لسه التوقيع ما حصلش، وموضوع ان القندوسي مقموص وزعلان مش عايز يمشي عشان الفلوس هتقل. فالنادي الاهلي هيعوضه وهيشيل في الفلوس بتاعته وهو بيلعب في نادي سيراميكا زي ما قلنا باي طريقه. المهم انه هيمشي. الموضوع الثاني، امام عاشور بيتاهل دلوقتي مع دكتور محمد ابو الوفا، دكتور اخصائي العلاج الطبيعي في النادي الاهلي، بيتاهل عشان خلاص ينضم لمعسكر النادي الاهلي اللي جاي هو واكرم توفيق. لكن كريم فؤاد لسه قدامه شويه، يعني اكرم توفيق وامام عاشور هيخشوا خلاص المعسكر هيتاهلوا، لكن كريم فؤاد لسه قدامه شويه. الموضوع اللي بعد كده، نادي الزمالك النهارده رايح لعب في البطوله العربيه لكره اليد، والزمالك فاز النهارده على عين فريق كده جزائري، فريق طبعا كله له كل الاحترام. الزمالك فاز بفرق كبير رغم ان الزمالك من المطار للملعب، يعني الزمالك راح من المطار للملعب وطلعت اشاعات بقى بيقول لك انه عشان يركبوا من مصر ما لقوش اتوبيس وما فيش فلوس. عشان يا جماعه مش عايزين، يعني الزمالك ما فيش حد في مصر اكتر الكارهين لنادي الزمالك ما يتمناش نادي الزمالك يقع. كل الخلاف مع اداره نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك نفسه ما فيش حد يتمنى ان نادي الزمالك يقع. اكتر الكارهين والمتشائمين والناس اللي ما بتحبش نادي الزمالك ما يتمناش ان الزمالك يقع. لكن المشكله مع اداره نادي الزمالك الحاليه او اللي سابقه من شويه. طبعا احنا عارفين ان كمال وهدان ماسك دلوقتي نادي الزمالك بعد مرتضى منصور ما اتعزل. فالفكره كلها ان الناس دي اداريا حلوه ولا وحشه، قويه ولا ضعيفه، تقدر ولا ما تقدرش مع خالد لطيف. فالزمالك بيعاني. فيا ريت يا جماعه ما حدش يقسى على نادي الزمالك. نادي الزمالك كبير ونادي الزمالك عظيم. كل الاختلاف زي ما قلنا مع اداره نادي الزمالك وخصوصا مع مرتضى منصور، لكن نادي الزمالك لازم كله يسانده، لازم كله يقف جنب نادي الزمالك، لان نادي الزمالك الضلع الثاني الكره المصريه، القطب الثاني. نادي الزمالك لازم يكون واقف على رجليه. كل الدول العربيه بتتسابق علشان تاخد السوبر المصري هناك اللي هو بين الاهلي والزمالك. وحتى السوبر لو كان بين الاهلي وحد تاني او الزمالك وحد تاني ما بيكونش له طعم، ما بيكونش له قيمه، ما بيكونش له نفس التقل، ما بيكونش له نفس التسويق الاعلامي. فكل الدنيا تتمنى نادي الزمالك يتعافى. اكثر الكارهين واكره الكارهين لنادي الزمالك يتمنى نادي الزمالك يكون قوي. قول لي مين فيه الاهلاويه، مين اهلاوي يتمنى نادي الزمالك يقع؟ اقسم بالله ما في. اقسم بالله كل الاهلاويه يتمنوا نادي الزمالك يقف على رجليه، لكن يتمنوا ان الاداره الحاليه تختفي. ومش جماهير الاهلي بس اللي تتمنى ان الاداره الحاليه للزمالك تختفي، ده جماهير الزمالك قبل جماهير الاهلي تتمنى ان الاداره الحاليه تختفي من المشهد. جماهير الزمالك نفسها، الجماهير نفسها يا جماعه، وتتمنى ان الاداره الحاليه تختفي وكل الوجوه دي تختفي علشان نادي الزمالك يتعافى. يعني مش انت بس يا اهلاوي، لا ده الزملكاوي كمان.
الزملكاوي نفسه الاداره تمشي علشان نادي الزمالك يقف على رجليه. فدلوقتي يا جماعه احنا بنتمنى ان احنا ندعم نادي الزمالك اداريا وندعم نادي الزمالك فنيا ونقف في ظهر نادي الزمالك سواء كنا اهلاويه او زملكاويه. الموضوع الثاني اللي اتكلمنا فيه امبارح نيمار يا جماعه خلاص مضى في الهلال السعودي بارقام مهوله، يعني مضى بارقام قويه جدا وهيتم الاعلان عن الصفقه رسميا. هم صوروا البرومو وجابوه وهو بيصور الاعلان وبيصور التوقيع، لكن لسه لم يتم الاعلان. شوف تخيل بقى نادي الهلال السعودي هيبقى عامل ازاي. يعني نادي الهلال السعودي هيخش بطولة ابطال اسيا شكله هياخدها 100%. هيخش بطولة طبعا الدوري هينافس عليه هو والنصر، فيه فرق قوية جدا. يعني نادي الهلال هيبقى في حتة تانية. نادي الهلال السعودي حاجة بقى مفتخرة، فاخر من الاخر. كمان طارق حامد كان بيقولوا رايح ضمك، لكن انا مش عارف هو مش هيروح ضمك، هيروح الاتحاد، هيروح الوحدة او مش عارف. يعني طارق حامد تقريبا الوجهه هتتغير ولا هيفضل في ضمك ولا هينتقل لضمك مش عارفين، لكن هو هيسيب نادي الاتحاد السعودي خلاص. الخبر اللي بعد كده ان محمد شريف مش هيلعب الماتش الجاي، لسه بيتاهل ولسه بيتظبط علشان يخش الماتش اللي بعد ماتش النادي الاهلي. يعني نادي الخليج هيلاعب الاهلي السعودي الماتش الجاي، مش هيلعب قصاده، لسه بيتجهز. كمان قلنا ان نادي الزمالك بيحاول دلوقتي بكل الطرق انه يوقع مع فتوح ومحمد صبحي. هتقول لي هيوقعوا، اقول لك ما اعرفش. محمد صبحي وفتوح خايفين جدا جدا من نادي الزمالك انه يوقعوا لان مفيش فلوس في نادي الزمالك، فهم هيوقعوا ازاي؟ منين الفلوس؟ هياخدوا الفلوس ازاي؟ فاضل لهم في عقدهم سنه، في يناير الجاي من حقهم يوقعوا في اي حته. فاللي داخل على نادي الزمالك داخل دلوقتي على موضوع صعب جدا. الزمالك بيقع منه نجومه، الزمالك بيقع منه لعيبته، الزمالك بيقع منه اعمدته. فهل الدوله هتوافق على ان الزمالك يقع؟ كل جماهير الاهلي تتمنى انها تاخد فتوح، كل جماهير النادي الاهلي تتمنى تاخد فتوح، وكل جماهير الزمالك ماسكه في فتوح، ماسكين رجلين فتوح من تحت كده، يعني ماسكينه كده، وجماهير الاهلي شداه من ايديه. يعني تخيل انت بقى تكون انت بتحب واحد وبتسحب منك محمد ابو سويلم وانت بتشده من رجليه، وفي ناس بتشده من ايديه. يعني جماهير الاهلي بتشد فتوح من ايديه، وجماهير الزمالك بتشد. النبي خليك يا فتوح، هتسيبوا لنا مين؟ ده في شيكابالا ماشي، ده في 4 انديه بتفوت شيكابالا، يعني شيكابالا هيطفشوه. طب احنا هنروح فين وهنيجي منين يا جماعه؟ جماهير الزمالك ما نعرفش. طب جماهير الاهلي تتمنى تشد فتوح، يا ريت. يعني فتوح لو راح يا جماعه تخيل ان فتوح وزيزو والونش راحوا الاهلي. هتقول لي في محمد عبد المنعم وفي الدفاع، ماشي تمام، بس تخيل الونش لو بقى في دفاع الاهلي، وتخيل زيزو، وتخيل فتوح مع امام عاشور، مع حسين الشحات، ايه ده، مع كهربا، مع المهاجم اللي جاي جديد، ايه ده، مع ديانج، ايه ده. يعني حاجه فاخر من الاخر بقى. يعني هيبقى شوف النادي الاهلي هيبقى ده المنتخب. يعني لما يجي الراجل بتاع المنتخب ده مش هيقول لك انا هختار مين، يقول لك بص الو هاتوا لي الاهلي يلا على المعسكر المنتخب. طب ما في فريق اسمه الزمالك لا انا عايز هاتوا لي الاهلي، هاتوا لي فريق الاهلي. طب في بيراميدز، البيراميدز طب هاتوا لي مصطفى فتحي، ماشي هاتوا لي مصطفى فتحي من بيراميدز. علي جبر، لا علي جبر تعب شويه، لا خلاص كبر. طب هتجيب لك مين تاني؟ هنجيب لك ابراهيم عادل، ماشي هاتوا ابراهيم عادل. حط الاثنين دول على الاهلي، حط الاثنين دول على فريق النادي الاهلي وخد المنتخب. ايه ده؟ ايه هاتوا محمد رضا بوب يا عم لسه ماضي، هاتوه يلا من بيراميدز. فاللي جاي سيء جدا بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي جاي سيء جدا. خلاص يا جماعه نادي الزمالك هيضيع، نادي الزمالك هيضيع لو اللاعبين دول ضاعوا من نادي الزمالك، اللي هو محمد صبحي واحمد فتوح. ومفيش كوبري بقى، ده احمد فتوح هيخلص عقده، مفيش كوبري. وبعدين الاهلي باع علي لطفي. هل مثلا الاهلي مستني صبحي يخلص عقده ويوقع؟ ايه ده؟ مش عارفين. فاللي جاي يا جماعه لنادي الزمالك من سيء الى اسوأ، اللي جاي مع نادي الزمالك من سيء الى اسوأ. فاحنا هنستنى في الايام اللي جايه دي، هنشوف ايه اللي هيحصل مع نادي الزمالك، وهنشوف ايه اللي هيحصل مع نادي الاهلي في المهاجم الجديد اللي خلونا اتشوقنا بدرجه ممتاز مع لحاف الشرف ان احنا مستنيين المهاجم عايزين. طب نعرفه، طيب هاتوا اسمه. لكن لسه المفاوضات شكلها بتخلص، والقندوسي معطل. القندوسي خلاص قرب يجي من بلد اهوت عشان المعسكر، والقندوسي خلاص ربنا يهديه، والنادي الاهلي هيشوف في صرفه علشان يطلع المهاجم الخامس اللي هو القندوسي ويدخل مكانه المهاجم الاجنبي اللي جاي. ما تنساش اللايك والشير، كومنت كويس، سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.